حنا في الدار في رمضان نديروا يومين شوربه يومين حريره، وبزاف منكم طلبوا مني الوصفه تاع الشوربه فريك اللي درتها البارح مع البوراك العناب. السلام عليكم. الشوربه فريك اللي ما تخطيناش في رمضان، كل واحد يطيبها على طريقته، كاين يديرها بالخضره كاين بلا خضره، المهم كل واحد يديرها كيما يحب، وصفه سهله ماهله وبنتها كالعاده لهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في طنجره ندير فيها شويه تاع الزيت شويه تاع السمن، نحطها فوق النار حتى وين تسخن مليح، نروح نجيب مرصوات صغار تاع اللحم، انا درت الغنمي، من الافضل هي بالغنمي، درت المرصوات تاع الكوتليت قطعتهم مرصوات صغار بهذه الطريقه ونحطهم في الطنجره يتقلاو مليح. وعندي هنايا حبه بصل تكون كبيره اللي كنت رحيتها، اذا كان البصل تاعكم موين ديروا حبه ونص، وزيد معاهم زوج حبات كبار تاع طوماطوش اللي كنت قشرتهم ورحيتهم، مع زوج سنات تاع الثوم اللي قطعتهم غير هكذاك. هنا نروح نضيف هذاك البصل على اللحم بعد ما يكون تقلى مليح، ونزيد معاهم من الملح الفلفل الاحمر مع القزبر، انا ندير ثاني شويه تاع راس الحانوت مع شويه فلفل كحل وعود صغير تاع القرفه، ونكمل نقلي كلش مليح بهذه الطريقه، التقليه مهمه بزاف. هنا درت رشه تاع الحشيش اللي يكون مقطع في الرقيق، نكمل نخلي كلشي يتقلى، نضيف زوج حبات طوماطوش اللي كنت رحيتهم مع الثوم، ونزيد معاهم كميه صغيره تاع الحميصه اللي كنت شمختها من قبل مع ربطه صغيره تاع الحشيش، ونجي ندير مغرف كبيره تاع طوماطيش على الباطا كالعاده من عند عمور اللي راح تعطيكم اللون الشباب للشوربه وتزيد لها البن. ديت مغرف كبيره درتها مع المكونات خليتها تقلى شويه، ونجي نمرق بالماء سخون. التمريقه الاولى هذه شويه برك مرقوا غير شويه، خلوها تبقبق واحد 5 دقائق 10 دقائق باش تجوا تمرقوا التمريقه الكبيره، ونخلي لكم الكميه تاع الماء اللي مرقت بها مكتوبه تحت الفيديو. بالنسبه للفريك كنت درت واحد 4 مغارف 5 مغارف يكونوا معمرين مليح تاع الفريك، شللتهم مليح واحد 3 خطرات باش تجي درتهم في الشوربه غير تبدا تغلي، ونزيد عليها راس تاع الحار ونغطي عليها، ومره على مره لازم نحركوا هذيك الفريك باش ما تهبطش لتحت، وخلوها طيب على نار قليله، عطوها وقتها حتى وين تتجمر يطيب هذاك الفريك مع هذاك اللحم، وفي الاخر ديروا لها رشه تاع النعناع اليابس مع شويه تاع الحشيش مقطع وتقدموها وبصحتكم.